هقول لكم عن حاجه البنات ما بتعرفش تعملها. تمام؟ اللي هي ايه؟ خلاص هنشوف الحاجه اللي ما بنعرفش نعملها دلوقتي. تمام ورينا. يعني هي ايه؟ طب ما تقول طيب. اللي هو كده يعني اهو كده. وبعدين ما تقول يا احمد. ودي الحاجه اللي البنات ما بتعرفش تعملها. هي ايه برضه؟ سين على فكره. اوبا بتحب يا عم احمد؟ ايه اللي جابك يا عم؟ ايه اللي جابك؟ طب دي الحته الطريه، فين الحته المميه؟ روح بس في البيت يا حبيبي. يا عم ماشي. اخويا كنا بنقول ايه بقى؟ ايه ده يا احمد؟ مش دي الاكس بتاعك؟ طب ما تيجي نسلم عليك؟ لا يا عم انت عصب هتعمل مشاكل. يا عم انا قلت لك مش فارقه معايا، مش فارقه معايا. طالما شايف كده يلا بينا. ايه ازيك يا صافي عامله ايه؟ اهلا ازيكم عاملين ايه؟ ممكن اعرف بقى ايه اللي نزلك في الوقت ده لوحدك؟ انت مالك اصلا؟ انا قلت لك ايه؟ حسابي معاها بعدين. يا ابني دي الاكس اصلا مالكش حكم عليها. يعني المفروض اعمل ايه يعني دلوقتي؟ اشتري مني بقى، خليك تقيل وهي اللي هتتعصب. يا عم تمام. وارسم الدور انك مقطع السمكه وديلها. اتفقنا. كنتوا فين بقى؟ مفيش، كنا مع احمد بنقابل بنات صحابنا. بنات؟ بنات. يا رب تكونوا حلوين. بناته حلوين قوي كمان. يكش تولعوا. تولعوا؟ تولعوا. لا خلي بالك من كلامي. لا خلي بالك انت. بقول لك ايه؟ لا اتكلم معايا كويس. لا ما بتكلم كويس. انت لسانك ده عايز يتقطع. عشان يبقى طولك كده. انت بجد لا تطاق. وانت قصيره. خلاص انتوا مفركشين اصلا. ولا فرقالي اصلا. ولا فرق. بقول لك يا كريم. قول لي. مش شرط ابطل في بيت شمس. يا عم والله بقى لنا حوالي اسبوع ولا حاجه. مبروك يا عم. حبيبي الله يبارك. اهم حاجه يا اسطى بالله عليك، بالله عليك يا اسطى هو حد يعرف. عيب عليك، انا عمري طلعت صدرك بره. يا رب محدش بس يعرف. خلاص. يا شباب عاملين ايه؟ اهلا احمد. ازيكم عاملين ايه؟ بقول لك يا كريم، هي الشمس بقت جامده قوي لك كده. صح. هو انت اصلا ما قلتش لصافي حاجه؟ عيب بقى، قلت لك سرك كبير. امال ايه الشمس النهارده؟ عادي الشمس، بتكلم عن الشمس. ماشي يا عم ماشي. انا هصدقك، انا هصدقك يا عم. دلوقتي عاملين ايه والله؟ جنب عامل حبيبي عايش والله. عامل ايه؟ بقول لكم ايه؟ ايه يا اسطى؟ جوه حر. ايوه الشمس ايه بص ليه؟ لا مفيش. وده كمان ما يعرفش حاجه؟ الشمس يا احمد برضه انت فاهم الشمس. الشمس. ماشي. هو انت ليه ما كلمتيش احمد النهارده؟ تصدق انا كان المفروض اكلم احمد النهارده. فاكره لما قال لك بيع الدهب وانت ما رضيتيش تبيعيه؟ هو انا ما بعتلوش ليه؟ مش فاهمه. بس المفروض تكلميه دلوقتي تقولي له يا احمد انا عايز ابيع الدهب عشان تقفي جنبي. المفروض اعمل كده فعلا. وتدي له كل الفلوس اللي انت كسبتيها في الورث. وتقفي جنبه كده تفتحي له المشروع بتاعه. انا لازم اقف جنبه فعلا. يلا رني على احمد قولي له ان انا هفتح لك المشروع بتاعك وهبيع الدهب واعمل كل الكلام ده. انا هكلمه دلوقتي.